3-0. الدقيقة 77 وبيراميدز متقدم على الزمالك 3-0 في الشوط الثاني بس. هو يا جماعة كله ضرب، كل ضرب، مفيش شتيمة، كله عمال يديك على قفاك كده. الاهلي عمال ياخد منك لعيبتك ويسرق منك صفقاتك، وبيراميدز معلم عليك 3-0. طب انا مين يحس بيا؟ انا مين يداوي لي جرحي؟ انا كمشجع زملكاوي مين يحس بيا ويحس بجرحي وزعلي؟ وعمالين نقول الصدارة، وعمالين نقول احنا افضل نادي في مصر، واكبر قلعة رياضية في مصر. لا، هي اكبر زريبة في مصر، اكبر مزرعة فراخ في مصر. ايوه، مشجع زملكاوي بيقول لك هذا الكلام، بيقول لك هذا الكلام. رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك ليبو 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 ليبو، الله يا لبيب، قاعد لك يا باشا بيتفرج لك على المباراة في المقصورة نايم. نايم خلاص. هو جاي عشان خاطر يحطم النادي، هو جاي عشان يكرر نسخة مرتضى منصور ويكرر نسخة ممدوح عباس، ونجح في هذا. مأساة. انا والله العظيم بجد، انا اخر مرة شفت الزمالك خسران فيها 3-0 كان ماتش سموحة في الدوري المصري الممتاز من زمان جدا. يعني ما علينا، ايا كان الماتش كان من زمان وخلاص، من زمان. النهارده الزمالك خسران من بيراميدز 3-0، 3-0، ومنهم مصطفى فتحي ابننا. يا جماعه ابننا، ابنكم. ما هو اولادنا بيتصونا على قفانا ويمشوا، يتصونا على قفانا ويمشوا، ولسه الماتش خلصان. وبالمناسبه مباراه قابله للزياده، يعني انت حضرتك ممكن عادي جدا، في احتماليه كبرى انك تسمع الهدف الرابع والخامس. الماتش لسه ما خلصش سيادتك، لسه ما خلص. زيزو اللي عايز يجدد ب 100 مليون وعلى انما ملاعب بجنيه. كنا بنشيد بالدفاع بعد نهايه الشوط الاول. كارثه في الدفاع. محمد عواد بقى ومدافعين بقى. يا جماعه بالله عليكم، انا بطالب بغلق نادي الزمالك. مشجع زملكاوي يطالب اغلقوا نادي الزمالك، اقفلوه خالص. عشان قبل ما انسى، الناس تقول لك ايه؟ الناس تقول لك ضربة جزاء لبيراميدز في الشوط الاول لم تحتسب. شوفوا الاحتواء للزمالك. لا، انا عايز اقول لحضرتك يا فندم، يوم ما الزمالك بيبقى التحكيم معاه كل على وشه 3. نادي فقري طول عمره، اصلا نادي فقري طول عمره. يعني يا ريتها كانت، يعني ممكن يكون دي لعنه بعد ما بيراميدز كان ليه ضربه جزاء حقيقيه ما اتحسبتش. فشوف الظلم اهو. الشوط الثاني ما شاء الله اكبر اتردد على الزمالك ب3 أهداف. حرقتوا دمي، الله يحرق دمكم شباب زي الورد. انا مش عارف اقول لكم ايه. انا قرفت. قبل بس ما اختم، انا بقول للشباب اللي قاعدين عمالين يتفرجوا على ماتش الزمالك زي كده والدقيقه 80 ومنتظرين، انتوا منتظرين ايه؟ اقفل يا ابني التلفزيون يا ابني وادخل نام. خلاص كسان. طيب انت هتنتظر زياده اهداف لبيراميدز؟ خلاص. بنتايج مع الكوره مش عارف يعمل حاجه ولا هيعمل حاجه اصلا.